السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا بقى مش هطول عليكم كده في الغياب كتير، لازم كده على طول فيديوهات ورا بعضها عشان اوعي تسقطي مني، يعني انا جايالك عشان الحقك. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا، مفيد جدا، مهم جدا، ومش من عندي. رحت للدكتوره النفسيه قلت لها يا دكتور التاهيل النفسي للعلاقات الزوجيه ازاي؟ قالت لي لا ده في تاهيل نفسي وفي تاهيل عاطفي. فانا جايلك النهارده على التاهيل النفسي. نفسيا ازاي اصلا تكوني مستوعبه ان انت هتتجوزي، ان انت اصلا تخشي في علاقه زوجيه مع حد غريب عنك، انت اول مره هتقعدي معاه في بيته مهما كان الشخص ده انت اتعاملتي معاه في الخطوبه، حصل بينكم مواقف، الموضوع بيبقى فاضل يعني جواكي من ناحيته حاجز. فالنهارده في الفيديو في كلمتين ونص هختصر لك بقى الليله دي كلها، كل الليله دي كلها. خلاص يدينا راجل محترم، وخلاص يدينا احنا قربنا على الجواز، والموضوع معايا حاسه بقلق وخوف، مش واخده عليه، قلقانه، مش ضامنه رد فعله، مش مطمن يعني قلبي وحركاتي كده وكل حاجه. وخصوصا بقى لو انت مش كاتبه الكتاب او انت زي عندنا ما بتكتبيش الكتاب غير يوم الفرح، فالموضوع معاكي صعب جدا. فانا جايه لك النهارده الفيديو مفيد 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 مفيد. فلو انت معجبه بقى بالفيديو وانت كمان حابه انك تسمعي الموضوع ده بقى مهتمه بالفيديو، اعملي لي لايك واكتبي لي كومنت تحت عايزه ايه فيديوهات تاني. الفتره اللي فاتت الفيديوهات كلها كنت منيها لكم بالحنتوفه، والحمد لله الحمد لله عجبتكم جدا جدا جدا، وده اللي مشجعني ان انا انزل لكم على طول فيديوهات عشان انصحكم كده واوعيكم وانا كمان معاكم. لو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص للبنات اللي هي شايفه ان فكره الجواز رعب جدا، حاجه كده مش مطمئنه، حاجه كده انت بتتسجني فيها، حاجه كده مش عارفه ايه. انت اولا كده محتاجه ان انت تعرفي الاول يعني ايه جواز. الجواز مش حبس، الجواز مش خنقه، الجواز مش حاجه وحشه ولكن مسؤوليه. طبعا عايزه اقول لكم ان الجواز ده احسن حاجه عند ربنا، ربنا محلله، وربنا بي يعني عارفه اللي هو ايه، مش هرعه كتير في الارض عشان الناس تتجوز ويبقوا مسلمين ويبقى فيه كتير ومش عارف ايه. مش حاجه وحشه، ولكن ثقل المسؤوليه ده بيخليكي تحسي ان لا الجواز ده حاجه وحشه، الجواز ده خنقه، مع عدم كمان حسن الاختيار في الشخص المناسب. عدم شيل المسؤوليه مع عدم حسن الاختيار، الموضوع بيعمل ميكس عبء بصي كبير جدا 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 عليكي. فانت اول حاجه لازم تعرفيها يعني ايه جواز. جواز يعني انا هكون ست بيت، يعني انا هكون الكل في الكل، يعني انا هكون مسؤوله عن اكل وشرب وخزين وتنظيف البيت ده مملكتي. مش هقول ان انا لا اجيب شغاله ومش عارفه ايه. احنا يا جماعه بنتكلم العادي، بنتكلم احنا كلنا مصريين، فاللي هو يعني عادي كلنا من طبقه متوسطه. مش هقول لك لا ده انا اصلا هتجيبي مش عارفه مساعده في البيت، لا انت لو هتجيبي مثلا واحده هتجيبيها مثلا مره كل اسبوعين، مره كل اسبوع، هتساعدك في تنظيف البيت، لكن مش تبقى معاكي على طول، انت هتبقي انت اللي في البيت على طول. فانت عارفه لازم تعرفي ان انت داخله على مسؤوليه. الريسبونسبيلتي بتاعتك هنا مش بس مسؤوليه بيت، المسؤوليه هنا مسؤوليه الراجل. الراجل مسؤول منك. ايه ده يا دينا انا هصرف عليه؟ لا 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 ابسولوتلي. هو هيشتغل يجيب الفلوس يديها لك تجيبي بيها اكل وتعملي بيها اكل حلو. هو يقرر ان هو هيفسحك، انت هتعملي الحاجات الحلوه اللي هتضيعوا معاكم في الفسحه، تمام. هو جاي يتجوزك عشان يقعد معاكي في حياتك او يدخل حياتك عشان انت، هو عايز يخلف، فانت بالتالي هتربي، فهو هيعمل حاجه وانت بتكملي الحاجه التانية. فده مش معناه ان انت بس اللي هتشيلي مسؤوليه البيت، انت بس اللي عليكي كل المسؤوليه، لا، في المسؤوليه متقسمه. فده كله بيندرج تحت مفهوم الجواز. يعني انت لازم تكوني فاهمه يعني ايه جواز دينا ومجتمعا، وعلى حسب كمان الشخص اللي معاكي. في شخص يقول لك لا انا احب مراتي هي بس اللي تشتغل في البيت، يعني هي ما تشتغلش بره، تشتغل في البيت يعني اكل وشرب ومسيح وكنيس، انا ما اعملش حاجه غير ان انا اللي هشتغل بره وهاجي البيت السيد ما اعملش حاجه، وهي اللي تعمل كل حاجه بس ما تشتغلش بره. وفي راجل تاني يقول لك لا عادي جدا لو هي حابه تشتغل بره، يعني تروح مثلا تشتغل ويبقى نص عليا ونص عليها. وفي راجل تاني يقول لك لا احنا كل حاجه سوا سوا. يعني ايه يا باشا؟ يعني هي مثلا واحنا بنشيل اكل مثلا هشيل معاها، واحنا بننظف هنظف معاها، زي ما هي هتشاركني حياتي العمليه او حياتي الماديه انا كمان هشاركها حياتها في البيت. ما مش هيبقى بتشاركني حياتي العمليه او الماديه وفي البيت كمان ما بتعملش معايا، تمام. فدي حاجه مهمه جدا 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 جدا، لازم تكوني عارفاها.
ان انت الموضوع معاكي مشاركه، ولكن على حسب الشخصيه اللي بتبقى معاكي. دي كانت اول حاجه تندرج تحت يعني ايه جواز، عايزه افهم يعني ايه مسؤوليه الجواز اصلا. تمام كده، دي كانت اول حاجه. طيب تاني حاجه، لازم تشتغلي على نفسك كويس جدا. كتير قوي من البنات بتبقى خايفه من رهبه الجواز عشان هي ما عندهاش ثقه في نفسها، عشان هي مش متاكده من امكانيات نفسها، من ان هي تقدر تعمل 1 2 3 4، مش متاكده، خايفه، مرعوبه، مش فاهمه، مش عارفه تقوي نفسها. دي مشكله برضو. فانت لازم تشتغلي على نفسك بكل الاحوال، سواء هتتجوزي، سواء في المدرسه، سواء في كليه، سواء مع اصحابك، سواء في حياتك العمليه. لما بتشتغلي على نفسك والله بيفرق، والله 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 بيفرق. من اختك بقى، من اختك. اصلا انا مريت على مراحل كتير جدا وحياه ربنا، عارفه اللي هو ايه، غربله يا ماما، مفيش حد سمع عليا. تمام، فدي كانت نقطه مهمه جدا. النقطه اللي بعد كده، محتاجه تعرفي ايه واجباتك وايه حقوقك، وايه واجبات جوزك وايه حقوقه. دي لو ده هيفيد في ايه؟ هيفيد كتير قوي. لما تكوني عارفه ايه واجباتك وايه حقوقك وايه واجباته وايه حقوقه قبل ما تخشي اصلا فتره الجواز، او قبل ما تخشي او قرب فتره الجواز، الراجل اللي معاكي هيعرف ان انت ست فاهمه. فسوري يعني بالبلدي انا وانت كده، الراجل ده مش عارف يديك على قفاكي. لا ده الست دي فاهمه، البنت دي عارفه ايه اللي عليها وايه اللي ليها. مش ممكن مثلا يقول لك ايه، لا انت تعملي 1 2 3 4 ومالكيش حاجه عندي. يعني ايه ماليش حاجه عندي؟ لا يعني ايه ماليش حاجه عندك؟ انا مش فاهمه، انت فاهماني؟ فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الموضوع مش سبهلله، الموضوع معلش مش اول يوم اكل وحب ودلع ومش عارفه ايه وشويه لبس جداد انا هلبسهم واتصور بيهم وبعد كده خلاص. الحياه العمليه بتضيع اي لفلفه واي فراشات، كلنا عارفين كده. اول كام شهر في الجواز بتبقى حلوه، وبعد كده الموضوع بيبقى تقيل قوي. فاحنا لازم نكون فاهمينه من الاول، هيفرق جدا 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 معانا. طيب بعد كده، مش عايزاكي تسمعي لاي تجارب سلبيه حواليك. والله يا جماعه التجارب دي بتجيب ورا. انا ماليش دعوه هو الشخص اللي حواليا او الشخصيه اللي حواليا اتجوزت وما توفقتش ليه. انا ماليش دعوه ان الكل بيقول اصل الجواز ده قرف، ده الجواز مش عارفه ايه. انا عايزه اقول لك والله بتبقى قاعده يا بنتي جنبك كده، قاعده جنبك، الجواز ده قرف، انا مش عارفه ايه، ده الرجاله ايه، ده مش عارفه ايه، وتروحي تلاقيها منزله صوره لجوزها اصلا نور عينيا والحته الجوانيه. مالك يا ماما؟ ما انت مكفره العيال يعني انت مكرهه الناس ليه في الجواز؟ ما تسمعيش كلام اي حد. انت تجربتك غير، انت شخصيتك غير. وعايزه اقول لك ان انا بقول لنفسي الكلام ده قبل منك جدا. فانا زي ما بقول لنفسي، او زي ما الاستشاريه او الثيرابيست ما بتقول لي، مثلا لو انا قاعده معاها بدردشه، يعني انا بحب ان انا اروح اخد منها المعلومات، اقول لها قولي لي عايزه اعمل كذا، قولي لي نصيحه انصح بيها، قولي هي بصراحه مش مقصره خالص بصراحه. فبتقولي المعلومات اجي اقولها لك هنا، وهي دايما كمان في وسط كلامي حتى يا دينا اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. فبصراحه بجد 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 يعني انا باخد المعلومه من حد موثوق فيه. فانا زي ما بقول لك كده، تجربتك غير تجربه غيرك، وحياتك غير حياه غيرك، وفكرك غير فكر غيرك. فاوعي تقيسي على الحاجات اللي حواليكي. الحاجه اللي بعد كده ودي مهمه جدا 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 جدا، صلي كتير وادعي كتير ان ربنا يكتب لك الخير ويختار ليكي ما يخيركيش. لان احنا مهما عرفنا مميزات الراجل المثالي، مهما عرفنا واتدربنا على ان الراجل مش عارفه ايه، مهما عملنا حاجات كتير قوي، مش هنتوفق غير باختيار ربنا. فان ربنا يختار لك الزوج الصالح دي حاجه كويسه جدا، ان هو يختاره لك عشان ربنا عارف انت عايزه ايه اكتر من نفسك، ودي حاجه كويسه جدا. بس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده. رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اوعوا تنسوني اللايك والشير والسبسكرايب. استنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، التاهيل العاطفي للعلاقه الخاصه في الجواز. فلو انت مهتمه بالفيديو بقى حطي اللايك بتاعي والكومنت كمان، واقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.